جئتكم اليوم ومعي رواية أنا فاطمة، رواية اجتماعية موجهة لليافعين، صدرت مؤخرا عن دار السلوى للنشر في الأردن. في هذه الرواية تطرقت إلى قضية التمييز العنصري. فاطمة الشخصية الرئيسية في هذه الرواية بنت صغيرة بعمر 6 سنوات تتعرض إلى التمييز العنصري وإلى التنمر من أقرب الناس إليها ومن محيطها الاجتماعي. رافقتها في هذه الرواية إلى أن أصبح عمرها 16 عاما. رسالتي من خلال هذه الرواية إلى القارئ اليافع أن علينا أن نقاوم وندافع عن حقنا في أن نكون موجودين في هذا العالم الرحب مهما كانت اختلافاتنا. نحن جميعا نؤلف بعضنا البعض لنشكل لوحة جميلة في هذه الحياة وهذا الوجود. رسالتي التربوية أيضا إلى الآباء والأمهات، أقول لهم أدعوكم إلى قراءة هذه الرواية ليس فقط لمتابعة أحداثها ولكن للتعرف على أثر الكلمة لدى أبنائكم. لا شيء يمضي في العدم، كله يستقر في القلب ويستقر في الذاكرة.